السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفة ديال واحد الكيك اللي جربته وجا مزيان وبغيت نشارككم. المهم كنحتاجو 2 بيضات اللي كندير في الخلاط كما كتلاحظوا معايا، وغادي نضيف ليهم كاس ديال سنيده العنبه قل واحد 2 ديال الكيسان. غادي نحتاجوهم في التزيين في الاخير. غادي ندير المقادير كامله في الخلاط وغادي نخلطهم كاملين، ما نحتاج ندير كل حاجه بوحدها كيف ما لاحظتوا معايا. غادي نضيف واحد الفاني ومن بعد غادي ندير كاس ديال العنبه ديال الزيت، وكاس ديال الياغورت ديال الفاني، غادي نضيف كاس ديال الحليب، غادي تكون بارد. نسيت ما قلت لكمش درت قبيصه ديال الملح، ضروري دائما كندير قبيصه الملح. دابا غادي نخلط هذا الخليط حتى ينسجم كامل. من بعد غادي نضيف 2 معالق ديال الماء مع معلقه ديال الخل، غادي نضيفهم على داك الخليط ونضرب مزيان عاد. ملي كيتضرب عندي داك الخليط مزيان كنديرو في واحد الاناء، وغادي نضيف دقيق ديال الفينو، دقيق القمح كيكون ديال الفينو اللي كيكون حرش واحد شويه. غادي نخلط غير بالفوي. هنا درت 3 كيسان ديال الفينو، ومن بعد ضفت نص كاس ديال الفينو. اذا دخلت لينا 3 كيسان ونص. هذاك النص درت من فوق منه الخماره، استسمح 2 خمارات حمراء من فئه 8 غرام. صافي وكنخلط حتى ونحصل على هاد القوام هذا. كنكون دهنه المول ديالي، نتوما خدموا اي مول اللي عندكم. كنحاولوا نهزو يدينا مزيان باش تفرغ من الهواء. كتطلع الكيكه ديالكم زوينه. هنا غادي نخليو داك الكيكه على جنب، كيكون موجده داك المكسرات اي حاجه عندي. بالنسبه لي انا استخدمت الكركاع، اللوز افيلي، اللوز عندي محمر، لوز محمر شويه
قطعته وعندي شوكولا قطعته. بالنسبه للتفاحه اللي عندنا غناخدو تفاحه وحده نحاول نحكوها بهذه الطريقه هذه، ما تجيش مطحونه، غتجي بحال هكاك، بحال العبيدات هكا، تجي طوال كيف ما لاحظتوا. يعني كتجي غليظه، ما كتجيش رقيقه. صافي، وغادي نضيف ليه هذاك المكسرات اللي عندي. شنو ما كان عندكم بالنسبه للشوكولا، تقدروا تاخذوا دوك لي بيبيت ديال الشوكولا كيداروا في الكوكيز. انا ما كانش عندي، درت غير الشوكولا كان عندي قطعته، وكنضيف ليهم داك 2 معالق اللي خليت باش ما كتجيش حلوه بزاف. هي في الحقيقه جات زوينه، 2 ديال المعالق اللي درت هنايا. صافي كنخلط مزيان وكنجيب الكيك ديالي ونحاول نفرقها على الكيك من الفوق. صدقوني كتجي هشيشه وروعه روعه روعه بالدقيق ديال الفينو، كتجي زوينه تبارك الله. صافي، كنسالي وكندخلوها الفران كيف ما العاده. الفران كيكون ناقص، كنعطيوها نص ساعه ديال الطياب حتى كنشوفها تحمرت مزيان. صافي، وكنخرجوها كما كتلاحظوا. ها هي الكيك ديالنا وجدت تبارك الله، غير ب2 ديال البيضات. شوفوا تبارك الله كي كتجي هشيشه، غير كتقاس فيها غادي نحلها معكم نوريكم الطريف. جات ما شاء الله. شوفوا العلو ديالها تبارك الله، وجات هشيشه وزوينه ومعلكه من الداخل. انا في الحقيقه عجبتني احسن من الكيك اللي كنديرو بالفورس دقيق الرد. وهذه هي كانت الوصفه ديال اليوم، كيك ديال الفينو ب2 بيضات. كنتمنى تعجبكم، تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها نتوما. شكرا لكم، ربي يحفظكم. الى وصفه جديده ان شاء الله.